اندهيلي الزفت اللي اسمه حموكش. صباحنا وصباح الملك لله. خير يا عمنا. احب اقولك ان استقالتك ما توافقش عليها، وعيب لما تبقى ابن الشركة وتعمل كده في امك. هو في ام تعمل كده في عيالها؟ لازم كلنا نستحمل لحد ما الظروف الصعبة دي تعدي. انا مين يستحملني؟ انا لما بغيب يوم بتخصمولي ب3، ولما بمشي بدري ساعة بتخصمولي نص يوم، ولا في حوافز ولا مكافآت، والواحد مستحمل وبيقول له النوايا تسند زير، لكن كده كتير. جاي تقول الكلام ده بعد 5 سنين يا حموكشة، بعد ما بقى لحم كتفك من الشركة؟ عم تنيل، وانا قاعد فيا كتاف اصلا؟ ده انا بقيت شبه عقلة الاسبع. ده انا بستلف فلوس عشان اجي الشغل. ابن الشغل مش مجرد فلوسه بس، ده الكارير بتاعك ووضعك الاجتماعي. الكارير قال اكرره. خلاصة الكلام، استحملنا الفترة دي لحد ما نجيب موظفين جدد. 10,000 جنيه ما ينقصوش مليم. 10,000 دول بتوعي دول. السالري الجديد بتاعي. salary. what is the meaning of salary؟ يعني المرتب القبي جحلته. عايز تقبض 10,000 جنيه؟ ده انا مدير الشركة ما باخدش 6,000 جنيه. كتير عليك بصراحة. هو انت لازمتك ايه في الشركة اصلا؟ احترم نفسك يا ولد، انت بتكلم الجيرنال مانجر. لا جنرال مانجر بلا همبرجر. حموكش يا ابني، انت زي ابني بالظبط. هو حد يعمل في عياله اللي انت بتعمله ده يا راجل مفتري؟ يا ابني احنا بنمر بأزمة اقتصادية. ديك قلت اقتصادية، تقوم تنشفها عليا. اروح اقبض من يومين الاقيهم بيدوني 500 جنيه. ده انا سلف من امي بس لحد دلوقتي 2200 جنيه، وعلى العم عبده البقالة 1900 جنيه. ما انت كنت بتغيب كتير برضه حموكش. مش بإيدي والله، ما بإيدي. أنا ببقى ماشي من هنا راسم خطة، أول ما بوصل بتتغير الخطة. وانا ايه ذنبي؟ لازم نشيل بعدنا مدير. كان الله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. بعدين هو أنا ما ورايش غير الشغل وبس ولا إيه؟ مش عندي بيت والتزامات وزوجة وأولاد وأم وأمهات وأب وبنات وصحاب وصحبات وبلاي ستيشن وسهرات. يعني حضرتك عايز تتصرمح واحنا نعطل؟ حاشا لله، مين قال كده؟ بس ما انا باجي تاني يوم بخلص اللي وراه كله، مش لازم اجي كل يوم يعني. هو انا ما ورايش غيركم ولا ايه؟ يعني افهم من كلامك انك عايز تيجي يوم وتغيب يوم؟ اغيب يومين واجي يوم. لا بقى كده كتير. على قد فلوسكم. مش عاجبك ارفدني. خد بس يا حموكش. لا انا زعلان. خلاص ما تزعلش، حقك عليا. والله العظيم